المحكمة الرياضية الدولية أرسلت خطاب رسمي للاتحاد المصري لكرة القدم بتسأل فيه عن موضوع مباراة القمة اللي تم إلغائها، وموضوع الحكم اللي صدر بإلغاء خصم ال3 نقاط من النادي الأهلي اللي صدر عن طريق رابطة الأندية. ولجنة الاستئناف في اتحاد الكرة قالت إن إحنا مش جهات اختصاص، ودلوقتي بعت جواب وطالبة رد خلال 24 ساعة، رد فوري من الأربع جهات: الاتحاد المصري لكرة القدم، ورابطة الأندية المصرية المحترفة، ونادي الأهلي، ونادي الزمالك. ورد كل منهم بعدها بخلال 48 ساعة المحكمة الرياضية الدولية هتحدد إذا كان هيتم النظر في الشكوى ويتم إيقاف إعلان بطل المسابقة ولا لأ. بخصوص الإعلان المسيء لنادي الزمالك من شركة اتصالات لما جابوا عربية إسعاف وطلع منها شخص مجنون، والعربية الإسعاف لونها أبيض وعليها خطين حمر، مع إن عربيات الإسعاف هنا في مصر لونها معروف إن لون الليموني فأخضر، يعني حاجة مش لايقة خالص إن هم يقولوا إن دي عربية إسعاف موجودة هنا في مصر إلا إذا كانت فيها إسقاط لنادي الزمالك فعلا. وكان كمان الإعلان بخصوص النادي الأهلي. مستشار مرتضى منصور الرئيس السابق لنادي الزمالك رفع قضية رسمية ضد شركة اتصالات وملاك الشركة وأعضاء مجلس إدارة الشركة وكل الأشخاص اللي ظهروا في الإعلان. يبدو ان محمد عواد لسه زعلان. محمد عواد طبعا كلنا عارفين انه وقع في بداية الموسم لنادي الزمالك 3 سنين جداد، 6 مليون و7 مليون و8 مليون في كل موسم منهم، بعد ما كان بياخد 18 مليون في الموسم. نادي الزمالك قالوا له خلاص، يعني مجلس الادارة قالوا له خلاص مفيش المبالغ اللي كانت بتدفع دي تاني، ودلوقتي احنا حطينا سقف والكلام دوت. ولكن بعد تجديد محمود حمدي الونش يبدو ان محمد عواد حس انه اتضحك عليه، وبالتالي اثبت محمد عواد مستمرة، وخصوصا ان في مشكلة برضو بينه وبين الكابتن عماد المندوه مدرب حراس المرمى، لان كابتن عماد المندوه شايف ان محمد صبحي هو اللي يكون الحارس الاساسي لنادي الزمالك مش محمد عواد. فبالتالي نادي الزمالك اتجه لاتجاه تاني. احمد نادر السيد نجل كابتن نادر السيد واللي من ناشئي نادي الزمالك اتعرض عليه انه يعود تاني في بداية الموسم، والحارس ووالده مش ممنعين نهائيا من العودة لنادي الزمالك، ولكن احمد نادر السيد كل طلبه انه يشوف الملاعب، يعني يبقى على الاقل حارس تاني، ما يبقاش مستبعد تماما من المباريات والكلام دوت. لا، هو عايز ياخد فرصة، عايز يتأسس صح والكلام دوت، عشان كده راح احترف في اوروبا. كابتن وائل الأباني مدير الكرة للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك طلب إنه ياخد كورسات في موضوع إدارة الكرة، فبالتالي دلوقتي بيقعد كتير مع مديري الكرة السابقين لنادي الزمالك. قعد مع الكابتن عبد الواحد السيد واتكلم معاه مدة كبيرة، وقعد كمان مع الأستاذ أمين مرتضى منصور واتكلم معاه برضه في الموضوع دوت، واتكلم كتير مع كابتن عبد الحليم علي اللي شغل برضه المنصب ده فترة علشان ياخد الخبرة الكافية في منصب مدير الكرة. وكمان هيبدأ يدرس الموضوع دوت في الخارج وياخد كورسات بعد يوم 6/6 لما ينتهي كاس مصر، هيبقى في اجازة كبيرة، فبالتالي هياخد فرصته انه يسافر الامارات عشان ياخد كورسات في عالم كرة القدم ورخص التدريب والكلام دوت، ونتمنى له التوفيق معانا. المفاجأة اللي فاجأتني في حوار كابتن احمد حسام ميدو انه متمسك بمصطفى شلبي، وشايف ان مصطفى شلبي له الاولوية انه يتجدد له في الفترة اللي جاية. الله اعلم هو بيقول الكلام دوت عشان فعلا في نية انه يجدد للاعب، ولا من باب تحفيز اللاعب ورفع من روحه المعنوية مش اكتر. هنشوف والله اعلم. لكن من ضمن كلامه قال انا حتى لو جبت لاعب محترف في مركز مصطفى شلبي انا هعتمد على مصطفى شلبي برضو انه يكون موجود معايا في نادي الزمالك، لاني واثق في قدراته وشايف انه يقدر يدي 2-3 كمان في الملاعب. الاستاذ عمرو ادهم نفى موضوع الشكوى المقدمة من كونراد مشلاك، وقال ان الشكوى ديت اللاعب ما قدمها من حوالي 4 شهور لما تم فسخ عقده مع نادي الزمالك، وبالتالي مستغرب من ان الخبر بدأ ينتشر في الوقت دوت، وشايف ان دوت حرب على نادي الزمالك، لان نادي الزمالك حل بالفعل مجموعة من مشاكله لدى الفيفا، وشايف انه كده
يعني بيجيبوا الحاجات القديمة ويحطوها قدام مجلس الإدارة علشان يشعروا جمهور نادي الزمالك باليأس رغم كل المشاكل اللي بتتحل. كلنا نقول الحمد لله على السلامة لكابتن حسين لبيب اللي عاد للأراضي المصرية، ونتمنى له إن شاء الله إنه يرجع بالسلامة لنادي الزمالك وإن حالته الصحية تتحسن أكتر فأكتر. طبعا كابتن حسين لبيب 69 سنة ومشكلته انه كمان يعني يعتبر بلغة الشارع حريقة سجاير، بيشرب سجاير كتير جدا، غير طبعا الضغوط اللي عليه جوه النادي وغير الضغوط النفسية اللي بيتعرض لها لما ناس من المجالس السابقة طلع اتكلم عليه وعلى اسرته، فبالتالي هو ايضا اتعرض لضغوط من اسرته انهم بيقولوا له ابعد عن نادي الزمالك دلوقتي واستقيل لان اصلا المشاكل كتير وكده. فبالتالي الضغوط النفسية دي برضو لها تأثير سلبي على حالته الصحية. نتمنى له إن شاء الله السلامة ونتمنى إن الناس تهدى عليه شوية. قصة عبد الله السعيد عمالة تزيد تعقيد، وده عمال يتكلم يقول حاجة وده عمال يتكلم يقول حاجة، ولكن الواقع ان عبد الله السعيد حاليا لسه مصاب والجهاز الطبي شغال معاه وبيحاولوا انهم يأهلوه عشان على الاقل يلحق بمباراة النهائي بتاعة بيراميدز اللي هتكون ان شاء الله يوم الوقفة يوم 5/6 المقبل. نتمنى ان شاء الله عودته سريعا ونتمنى بقائه في نادي الزمالك، لان عبد الله السعيد بغض النظر عن انه قيمة كبيرة لكن انت دلوقتي بتبني فريق ومحتاج قامة زيه علشان تساعدك في بناء سكواد جديد لنادي الزمالك. بمناسبة الكلام ان حسام عبد المجيد عايز يمشي من نادي الزمالك عشان جاي له عرض اوروبي بمبلغ كبير، طبعا انا مش هنكر ان حسام عبد المجيد جاي له عروض كمان مش عرض واحد من اوروبا، جاي له عروض كتير، ولكن في حاجة في الناحية التانية في لاعب اسمه امام عاشور نادي نيوم السعودي عارض على النادي الاهلي مبلغ كويس عشان يشتريه، ولكن المشكلة مش في النادي الاهلي، المشكلة في اللاعب نفسه اللي هو وصل له عرض انه ياخد في 3 سنين 10 مليون دولار، يعني 600 مليون جنيه حضرتك هياخدهم في 3 سنين، يعني في السنة الواحدة هياخد له حوالي 200 مليون جنيه في السنة. هل حضرتك في النادي الاهلي هتعرف تديله المبلغ دوت؟ طبعا اللاعب ليه حق اللي هو يتجنن، لان اللاعب اصلا لما راح الاهلي راح عشان الفلوس، مش هنضحك على بعض ونسمع كلامه ان هو اهلاوي وانا من صغري زي ما قال انا من صغري زملكاوي والكلام دوت. اللاعب في الاول وفي الاخر عايز مصلحته، فبالتالي ياريت الاعلام يركز في الموضوع ده كمان. اليوم نادي الزمالك استأنف استعداداته لمباراته القادمة أمام نادي بتروجيت يوم السبت القادم، ثم بعدها مباراة فاركو يوم السبت اللي بعده إن شاء الله، ثم مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر يوم 5/6 إن شاء الله. كابتن أيمن الرمادي هيجرب بقى مجموعة من اللعيبة عشان يطلع بيهم بتشكيلة أساسية يلعب بيها مباراة بيراميدز، يعني مباراة فاركو ومباراة بتروجيت هيكونوا مجرد بروفة أخيرة لمباراة بيراميدز في نهائي كاس مصر، خصوصا ان انت سواء كسبت مباراتين او خسرتهم كده كده موجود في الكونفدرالية، مش هتفرق بقى مركزك يكون تالت او رابع، ولو ان الزمالك يعتبر حسم المركز التالت. فبالتالي كابتن ايمن الرمادي هيشوف التشكيلة المناسبة للنهائي امام بيراميدز من خلال المباراتين القادمتين. كابتن حلمي طولان بيواصل هجومه على احمد دياب وثروت سويلم اعضاء رابطة الأندية، وآخر كلام قاله للواء ثروت سويلم قال له لما تيجي تتكلم عن نادي الزمالك اتكلم بأدب واحترم سنك واحترم مقامك، لو قال كلمة يعني بلغة الشارع عيب لما تبقى راجل كبير في السن وتبقى مهزأ. طبعا هو ما قالهاش بشكل مباشر ولكن هو صراحة خدهم غسيل ومكوى، وبصراحة كابتن حلمي طولان كلامه مظبوط 100%. احمد سيد زيزو لاعب الزمالك السابق واللي يعتبر حاليا على اعتاب النادي الاهلي وانه خلاص بقى لاعب رسمي في النادي الاهلي، النهارده النادي الاهلي بعت له مجموعة كده عشان يصوروه الصورة الرسمية اللي هيعتمدها النادي الأهلي لأحمد سيد زيزو في مونديال كأس العالم للأندية. يعني موضوع إن أحمد سيد زيزو قال أنا طالع عشان خاطر مصيف والكلام دوت،
طبعا يعتبر كلام غير منطقي، واللاعب فعلا مضى للاهلي، واللاعب هيكون موجود مع الاهلي في كاس العالم للانديه. عشان خاطر الناس اللي لسه بتحرق كتير، اللاعب فعلا خان الزمالك، وحاليا بيتم تجهيزه عشان يشارك مع الاهلي في كاس العالم للانديه. ومحدش يقول لي احتراف ومش احتراف، لان اللاعب نفسه طلع بتصريحات ما ينفعش يقولها قبل مباراه مهمه. وغير كده شركائه الناحيه التانيه النادي الاهلي سربوا صورته وهو في السفاره الامريكيه عشان ياكدوا النادي الزمالك انه بالفعل خلاص انهى انتقاله للنادي الاهلي. غير طبعا موضوع حلفانه ويقول انا راجل صعيدي وكلمتي واحده والكلام دوت. بصراحه يعني هو هزق نفسه بنفسه قدام جماهير نادي الزمالك. نادي الزمالك ارسل رسميا لنادي برادو الجزائري عرض اخير بخصوص اللاعب عادل بوليبينا. عادل بوليبينا كلنا عارفينه طبعا، اتعرض على نادي الزمالك قبل كده اكتر من مره. اللاعب صغير في السن، حوالي 21 او 22 سنه، بيلعب في مركز الجناح الايمن والجناح الايسر، واحيانا بيلعب راس حربه، يعني لاعب كويس جدا. نادي الزمالك ارسل عرض قيمته 700 الف دولار زائد 20% من نسبه اعادة البيع. طبعا الكلام دوت اعتقد انه هيفشل، لان نادي برادو طموحاته المالية عالية شوية، عايز على الاقل 2 مليون دولار في لاعب زي دوت، ونادي الزمالك مش هيدفع المبلغ دوت الا في وحي خيالهم. ولكن كابتن احمد حسام ميدو مصمم على اللاعب. في اخبار نازله ان نادي الوداد المغربي اتم الاتفاق مع مستر جوزيه جوميز علشان يتولى ادارته الفنيه في بطوله كاس العالم للانديه. بعد الكلام دوت سمعنا كلام غريب، ان نادي الوداد المغربي بعت عرض لنادي الزمالك بيطلب استعارة 2 من لاعبي الزمالك في بطولة كاس العالم للاندية، والاتنين هما ناصر منسي ومحمد شحاتة. وطبعا الكلام على مستر جوزيه جوميز يبدو ان ده مربوط بدوت، او انه طلب اللعيبه ديت في الوداد. بمناسبة الكلام اللي قاله الاعلامي احمد شوبير، قال لك الزمالك جاب فلوس باتشيكو وخالد بوطيب منين؟ طب ما تسأل النادي الاهلي جاب فلوس كولر اللي هيدفعها كل شوية دي منين؟ كولر هيقعد يا فندم الموسم اللي جاي بالكامل في بيته، وبيوصل له مرتبه كل شهر، بدل ما يروح على المحكمة الرياضية الدولية ويطالب النادي الأهلي إنه يدفع شرطه الجزائي 3.5 مليون دولار حتة واحدة. فبالتالي اتفقوا معاه بشكل ودي إنه ياخد بقية مرتبه السنة الجاية بالكامل، 12 شهر كل شهر في ميعاده وهو قاعد في بيته، سواء اشتغل أو ما اشتغلش الفلوس هتوصله لحد بيته. غير بقى فلوس احمد سيد زيزو عايزين نعرف جت منين، وفلوس تريزيجيه اللي داخله على مليار جنيه عايزين نعرف برضو جت منين. مش من حقك ان انت تسأل الاخرين بتجيبوا فلوسكم منين رغم انك عارف كويس، الا لما تشوف مشكلتك انت الاول.